ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة حلوة جدا جدا للرز الاصفر المصري، طريقة بجد مفيش ابسط منها، وطريقة بجد تجنن بتتبيلة حلوة قوي لوراك الفراخ المشوية. حلوة جدا لعزومات رمضان او في الغدا كده. بجد طريقة حلوة ومبهرة جدا جدا، وفي الطعم مفيش اروع من كده. شايفين الجمال؟ بجد حلوة قوي قوي. ندخل بقى على الطريقة والمقادير. اول حاجة نجيب الخلاط بتاعنا. دي هتكون التتبيلة بتاعة الفراخ: بصلاية، طماطماية، فلفلاية خضراء وفلفلاية حمراء، وفصين توم. وانا هكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف ان شاء الله. البهارات: ملح وفلفل وكزبرة وقرفة، والسبع بهارات وبهارات فراخ وبابريكا وشوية كركم صغيرين كده. تمام. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم بإذن الله يا حبايبي. وشوية كده زيت كده. تمام. ومكعب مرق الدجاج بيدي طعم حلو قوي قوي. كلهم هنخلطهم كويس جدا جدا في الخلاط. ده بقى كيلو وراك فراخ كيلو. قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، عشان التتبيلة تدخل في كل مكان في الوراك. والتتبيلة اللي انا عاملاها دي هتبقى كويسة جدا مع الفراخ المشوية، او الصدور، صدور الفراخ المشوية. بجد بتبقى حلوة قوي قوي. شايفين لونها بجد روعة، وده بسبب الكركم والبابريكا. بصراحة بيدي لون حلو جدا في اي تتبيلة. هنتبل بقى الفراخ بتاعتنا كويس جدا جدا تحت الجلد ومن كل مكان. ويستحسن طبعا ان انتي تسيبيها نص ساعة كده او ساعة على الاقل في التلاجة قبل ما تسويها وكده، لان ده بيفرق جدا جدا طبعا في الطعم الفراخ. يعني يعني نص ساعة على الاقل يعني، مش لازم ساعة لو انت مثلا مستعجلة او كده. يعني نص ساعة كويس قوي. هنتبلهم بقى كويس قوي من تحت الجلد كده ومن كل مكان. الاكله دي بجد حلوه قوي قوي، وانا بحس ان هي اكله منقذه سريعه. يعني ما انا بصراحه ما خدتش وقت مني خالص وانا بعملها. اهم حاجه تكوني بس تبلتيها كويس قوي، والاهم من ده كمان ان انت تحطيها في التلاجة شويه. هنتبلهم كلهم بالشكل ده. تمام. هنجيب بقى البايركس بتاعنا اللي هيدخل الفرن. هنرص كده الوراك بتاعتنا. تمام زي ما انت شايفة كده بالظبط. انا هدخلها الفرن. قعدت حوالي بالظبط معايا ساعة ونص في الرف الاوسط على درجة حرارة 200. وطبعا لازم تكوني مسخنة الفرن قبلها. تمام. هحط بقى على الوش كده التتبيلة كلها. انا مش هحط ولا نقطة مية، لان الفراخ هتنزل مية كتير جدا جدا، وطبعا التتبيلة والحاجات دي كلها بتنزل ميتها، فما تحطيش ولا نقطة مية. تمام. هتحطيها في الرف الاوسط، فرن ساخن درجة حرارة 200. شايفين الجمال؟ شايفين بجد حلوة قوي قوي قوي. هحط بقى على الوش كده شوية زيت. شوية زيت كده مش كتير، يعني زي ما انت شايفة كده. هنغطيها بقى بورق الفويل، وهندخلها الفرن تقعد بقى كده مع نفسها ساعة ونص بالظبط في الرف الاوسط. وما تحطيش مية ولا اي حاجة، هي بتنزل مية كتير جدا. تمام. ندخل بقى في الرز الاصفر. عملناه ازاي؟ والطريقة دي تنفع جدا في الرز البسمتي، بس انا بصراحة
انا هنا مش بنحب خالص كلنا الرز البسمتي، بفضل بصراحة الرز المصري. فانت لو عايزة تعملي الطريقة دي في الرز البسمتي حلو جدا جدا. دي بصلاية كده مقطعاها في الكبة، بصلاية واحدة بس. تمام. هنشوحها كده تدبل بس شوية كده، مش عايزة لونها ايه يتغير، لا تدبل بس شوية كده. حلو جدا. حطيت ايه مكعب مرقة دجاج. طريقة الرز دي بجد مفيش اسهل منها خالص، يعني اسهل طريقة للرز الاصفر. انا غسله بقى الرز وحطيته كده على البصله ومكعب مرقه الدجاج. هنحط بقى البهارات. دي بهارات فراخ، معلقه صغيره من كل حاجه. بهارات فراخ وملح وفلفل وكركم، بس كده. الطريقه دي تبقى حلوه جدا جدا مع الرز البسمتي او الرز المصري اللي يريحك اعمليه. انا حطيت ملح وفلفل وبهارات فراخ وكركم، بس كده. هنقلبهم بقى ايه، هنقلب الرز شوية كده حلوين مع التوابل ومرقة الدجاج والبصلة. تمام. حلو جدا. الريحة بقى مش عايزة اقولك جميلة قوي قوي قوي. الطريقة دي انا بصراحة متبعاها، انا بعملها على طول، ما بعملش الرز الاصفر الا بالطريقة دي. هنحط بقى المية كده مغلية كده من الكتل، يغلي. هنقوم موطيين عليه ونسيبه يستوي براحته خالص. يعني اول ما يغلي هنوطي عليه خالص، وبعدين نسيبه بقى ايه يستوي براحته خالص. تمام. تمام. هيغلي كده شوية وبعدين المية هتنشف من عليه، هنوطي عليه النار وهنسيبه يستوي. وده كان المنظر النهائي. شايفين بقى الجمال؟ انا زينت كده الرز بزبيب كده وفول سوداني. شايفين بقى الجمال حلو ازاي؟ بجد جميلة قوي قوي قوي. حاجة كده يعني مبهرة، وبتحس ان هي فخمة كده. شايفين الرز الاصفر؟ بجد كانت ريحته تجنن. حابة تعملي برز بسمتي زي ما قلتلك براحتك جدا جدا، بنفس الطريقة دي هيبقى حلو قوي. شايفين بقى الفراخ مستوية وجميلة قوي قوي. انا فتحت عليها الشواية في الاخر خالص. الفراخ بعد ما استوت فتحت عليها الشواية، اخدت وش كده زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي تعمليها في الفراخ الفرخة اللي هي الكاملة بقى، تبقى حلوة قوي قوي وبتبقى جميلة جدا. وان شاء الله هبقى اعملها لكم في مرة. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة، واشوفكم على خير. مع السلامة.